يعني سنقدم رسالة امتنان ورسالة شكر مهمة جدا لكل من يقدم العطاء بلا مقابل. اليوم ضيفنا ضيف يلتحق بنا من تنزانيا، تحديدا من زنجبار، الأستاذ حشيان ابن إبراهيم الحشيان أبو حش، اللي دائما منورنا في كل مكان، اللي مبدع وجالس يقدم خدمات إنسانية بلا مقابل هناك في تنزانيا. يلتحق بي الآن صوتا وصورة. أبو حش، الله يمسك بالخير. يا هلا والله، مساك الله بالنور ورضا والنعيم. يا هلا والله، مرحبا، حياك الله اخوي خلف. يا مرحبا، وش هالزين، وش هالمبادرات الخيرية. يا بعد راس، الله يكتب الخير يا رب، الله يتقبل يا رب. أقول أبو حش مكسر السوشيال ميديا كلها، بس قبل ما أدخل على انك هاليومين صاير ترند في كل مكان، خليني اقول لك ابو حش، انت وين موجود الحين؟ انا بزنجبار. بزنجبار، المكان اللي انت فيه مسجد، بفطار صائم؟ لا احنا الحين اليوم ماخذين الايتام حول 75 يتيم. ايوه، اليوم نفطر جميع ان شاء الله باذن الله. الحين هم راح يقعدون يلعبون. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. متى بدأت معك الفكرة ابو حش؟ فكرة ايش يعني؟ متى بدأت معك فكرة انك تروح للايتام، او تروح لزنجبار، او تروح لتنزانيا، او تروح خارج السعودية وتقدم المساعدة للايتام؟ لا يعني رايح انا قبل اول ما اروح لي 2019. اي قل لي. كنت رايح سياحة انا، والله كنت رايح سياحة انا واثنين من العيال. وقلنا خل نروح رمضان هناك، نصوم هناك ديرة مسلمة وكذا الامور هذه. قعدنا يومين 3 ايام، قلت للعيال انا قلت فرما نسوي افطار صائم، ايش رايك؟ قالوا يلا قدام. ونروح للسوق واشرق دور وذا، وناخذ ذبايح ونروح القريه كفو، نسوي افطار صائم مطبخ. يعني عرفت ان الشغله بسيطه، وشفت السعاده عندهم شيء كبير. الله انك كفو ابو حش. شغلاتهم بسيطه، وبديت خلاص قلت لازم نجي. الحين تقريبا 5 مرات هنا. هذه 5 مرة لك صح؟ أبى أتعرف وياك أبو حش على القصة، وبناخذ أنا وياك وبناخذ التفاصيل حتى ننقلها لكل من يستمع لنا عبر امتنان. بس لا تروحون بعيد مستمعينا، فاصل قصير وبعد مكملين معاكم. حياكم الله مجددا، وحيا الله كل من ينضم إلينا الآن عبر أثير إذاعة MBC FM أو عبر تطبيق MBC مود. ما زلنا متواصلين معكم في هذه الحلقة من امتنان، وضيفنا وضيفكم أبو حش اللي يلتحق بنا صوتا وصورة من زنجبار من تنزانيا. هذه القصة التي يجب أن نسلط الضوء عليها، قصة الشاب السعودي الذي ذهب من القصيم وحتى تنزانيا، واخذ على نفسه عهد انه كل رمضان وحتى في غير رمضان يروح هناك ويطعم الايتام ويلعب معاهم ويطبخ لهم ويسوي مبادرات خيريه بلا مقابل، وبدون ما يجمع تبرعات وبدون ما يكلم احد. هو كذا يقول عن نفسه، يقول انا احب ابي اسوي اعلانات واطلع اخذ من هالاعلانات واروح للناس المحتاجه واقدم لهم الخير. ابو حش، هلا بك مجددا. وخلينا نقول ابو حش، كنت تقول انك انت رحت 5 مرات الى الان، يبدو ان السالفه عجبتك زين، ويبدو انك حاس بطعم ولذه العطاء. مره عرفت اللي ارتحت الديره، ارتحت للناس. يعني صح انه فيه يعني دول ثانيه تحتاج الشيء هذا، بس كل واحد يدور راحته. يا اخي عرفت اللي ارتحت معهم مره. من وين لك معهم؟ من وين لك القروش؟ من وين لك الدعم اللي جالس تقدمه بشكل يومي؟ كله اعلانات يا عمري، انت اعلانات، ما في الا اعلانات، لا عندي داخل ولا شيء. انت تدري، انت شوف سبحان الله، والله الواحد اذا صار نيته زينه الله يوفقه. قل لي والله يرزقه، والله الرازق سبحانه. صح، اهم شيء النية، صار نيتك زين سبحان الله الله يوفقك. ترى بيجيك اضعاف. انت تدري ان رمضان راح كان معي يوم اقول على التجاره مع الله سبحانه، وصدق هذه اول تجاره. لان عرفت ربع اللي اخويا يفتح ابو حاش، يفتح بزنس، يفتح لك شيء، يشتغل شيء، مشاهير يطلعوا بعدك وملايين الحين يكبون، صح ولا؟ صح.
ففكرت مشي قلت خل اول شيء ازين تجاره لله سبحانه، وبعدين الله اللي بيرزقك. الله الله. وسبحان الله ذاك اليوم كان معي 12,000 ريال بس. 12,000 ريال باقي بحسابك؟ ايه ايوه نفس اليوم عقود حول 200,000. بس سؤال، نفس اليوم. سؤال، انت اذا قلت الفلوس بحسابك تقرر ترجع، صح كلامي؟ خلاص ارجع شلونك ما يمديني يعني بعدين انا لو ادرج ما راح اجي ترى انا. يا الله. طيب بس ان شاء الله الله الرازق وان شاء الله تزيد الامور، وبعدين نفتح لنا شيء يضبط الامور خلاص. كفو عليك. خلاص تصير عاده هذه. والله انك رهيب. بالعكس والله انك رهيب. بالعكس حش، انا عندي سؤال يعني. انا عندي سؤال الان، سؤال بصراحه جاء في بالي. انت يعني كم تصرف هناك؟ على حسب والله. يعني يمكن باليوم اذا صرنا نروح القريه بقرة تقريبا نذبح ب 3000 ريال. اي 3 تذبح بقرة كاملة وتجيب رز، صح؟ رز، ياخذ رز واخذ بصل واخذ جميع كل شيء. من اللي يطبخ؟ بلاستيك. السفرة اجيب من عندنا بالقصيم السفرة. ما شاء الله عليك. اطبخ انا. الله عليك. ايه اطبخ انا. لا يعني ترى شيء زين انك انت تقوم بالشغل لنفسك انت. بالعكس ترى شيء زين هذا. سبحان الله ما لها تعب. اي والله انك ما تفكر انت بالعطش ولا ذا. سبحان الله. بس والحماس واذا وصلت القريه يجون الحريم يطلعون ياخذون البصل يقطعون، واللي يشتغل واللي يجيب حطب واللي يساعد واللي يقدم. يا اخي شيء يعني شيء ما شاء الله تبارك الله. كلهم ما ابوهم اللي لا نقعد، لا يحبون يشتغلون، يحبون يفزعون مع الواحد. رهيب. الحمد لله الحمد لله. رهيب الشعور، رهيب. ابو حش، سمعت انك العام جبت الوالد معك. ايه الله. كيف التجربه؟ جاء الوالد واخوي باسم، واليوم بشرك وصلوا اخواني اليوم. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله. تعال سلموا عليك. اي خليهم يطلعون معنا. نبيهم يطلعون. تعال. اول شيء هذا رائد وهذا باسم. نشوف رائد طبعا صوت وصوره. توهم مصلين. اي خلهم يبينون. يا سلام، انزل شوي. ما شاء الله يا الشبه. يا هلا والله وغلا. بسم الله عليكم هالعائله المباركه. الله يعطيكم العافيه. الحمد لله على سلامتكم. يا هلا والله وغلا. خلاص هذول بيساعدونك ابو حش؟ ايه جايين اليوم بيضبطون الامور. عندنا المحازم. كفو حي العين. كفو عليكم. ابو حش، مين البنيه اللي بحضنك؟ هذه احلام دي. طلعها بالكادر زين. اطلع ورا على شوي. نعم. ايوه. قول لي السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الله. تعال عبد الرحمن. ايش تبي تقول؟ اليوم رحنا وديتها لما مستشفى. ايوه. ايش صار عليها؟ بنكشف عليها. ايوه. وان شاء الله يوم الثلاثاء بنروح لدكتور ثاني بنكشف عليها، وان شاء الله تكون نتيجه زينه باذن الله. الحين هذه البنت اللي كفلتها يا ابو حاش؟ لا هذه وين هيفا؟ تعالي هيفا. وريني البنت اللي كفلتها يا جماعه الخير. الا اللي جالس يقدم ابو حش. هيفا هذه اللي كافلها. ما شاء الله تبارك الله. هذه هيفا. الله يكتب اجرك. الله يكتب اجرك. ما شاء الله. السلام عليكم يا حبيبي. وعليكم السلام. عليكم السلام. ابو حج، صرت معروف بالديره هناك بتنزانيا. ايش عبد الرحمن؟ يقول لا عبد الرحمن ما شاء الله ما قصر، هو معي وهو سليم. هو المتهجر. يعني هم اللي يجهزون لي مثلا بروح بكره القريه حنا يضبطون الامور بنفس اليوم. وبكره يصير جاهزين. انا ودي اتكلم مع عبد الرحمن اذا يقرب شوي. تفضل. عبد الرحمن، هل تسمعني جيدا؟ نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عبد الرحمن، انت المترجم الخاص صحيح؟ شوي. وترافقه في رحلاته. هل اصبح هذا الشاب السعودي معروفا في المنطقه اللي تتواجدون فيها؟
معروف في دبابة. ايه بس الحين معروف يعني ممكن 4 مرات جاءونا، بس كلنا نذهب في القرية يعرفونه الأطفال. ماذا يسمونه؟ هم يعرفون. ماذا يسمونه؟ أبو حاش. أبو حاش. كل مكان أبو حاش. ما شاء الله تبارك الله. أبيك أسأل أحلام إيش تتمنى إذا جت تشوف؟ أعطني أحلام. أحلام عندها مشكلة أنها كفيفة مستمعينا. أحلام لو عاد ما هي صغيرة ما تشوف يعني. أبيك تسألها لو عاد إليها البصر وش تتمنى تشوف أحلام؟ أحلام ukitaka kuona unataka kuona kitu gani؟ قرآن. سبحان الله. ايش تقول؟ قرآن يا رحمن. أحلام هذه طفلة صغيرة الكفيفة تقول لو عاد إلي البصر ودي أشوف القرآن. أنا شفت أنا خلاص. أنا وصلت في النتيجة. وصلت في النتيجة حلو ويرجع البصر له يعني تشوف. إيه. حشيان إبراهيم حشيان. حسيت إني أنا خلاص قفلت خلاص شيء خلاص سعيد صدق إني سعيد الشيء هذا. بس يا رب ودعواتكم إن شاء الله بإذن الله ما تدرون إن شاء الله يكون لها علاج البنت وتناظر بإذن الله يرجع البصر. إيش قالوا الدكاترة؟ والله الدكاترة رحنا واحد اليوم قال لا بديكم دكتورة صح يوم الثلاثاء بإذن الله تكشف عليها والناظر إن شاء الله عدد توصينا هي تودينا مثلا أي مكان. أنا مستعد أنا مستعد مع أحلام. أنا مستعد. حتى قبل أنا قلت أنا أصلا لو أعرف دكاترة أعرف ناس يعني مختصين بالعيون ما أعرف أنا بس تكلمت أنا قلت اللي عنده خبرة يجي لم يقول لي. أنا بقول لك شيء يا أبو حاش. الحين مستمعينا جالسين يستمعون لنا واللي شاهدنا عبر تطبيق صوتا وصورة نطلب منهم وفي هذا العصر المبارك عصر الجمعة في نهار رمضان أن يدعون لهذه الطفلة بأن يرد الله إليها بصرها وأن يشفيها يا رب، وأن يدعون حتى لضيفنا هذا الرجل البسيط اللطيف. بالأمس يمكن أبو حاش كنا نسولف أنا وياك، قعدنا نسولف يمكن اتصال ما أدري استمر ساعة وساعة ونص ما أعرف كم، بس كنا نسولف بأشياء كثيرة، كنا نسولف بالبدايات الصعبة، كنا نسولف حتى بعملك اللي قاعد تقدمه اليوم أبو حاش. صراحة لما نقول امتنان فأنت أفضل نموذج نستضيفه في امتنان، لأنك رجل جالس تقدم بلا عطاء. والله أنا اللي أشرف والله يا حبيبي أنت. يا حبيبي أبو حاش قبل ما نطلع فاصل، ما أعرف الفاصل إذا هو قريب ولا شوي. طيب قبل ما نطلع فاصل أبيك تقول لي قصة من القصص اللي ما تنساها، اللي تصير لك بشكل خلينا نقول تصير لك من خلال تواجدك مع الأسر والأطفال الكبار الصغار. بلا أدنى شك هناك قصة عالقة في ذهنك أكيد يا أبو حاش. وش القصة اللي ما زالت عالقة في ذهنك ومأثرة فيك؟ أنت أمه. عطني قصة. يعني هذه واحدة بنت أنت أمه عمرها 30 سنة 20 سنة ما طلعت من البيت، سبت عربية. الله، هذه الألعاب صح؟ هذه الألعاب سبت عربية الله من فضلك، عربية يعني بسيط وهي عندها شيء هذا كبير. سبحان الله يوم طلعنا والله العظيم من يا ويلي تنافض وتصيح وتناظر يمين ويسار، يعني شيء عظيم. يعني الواحد يحمد ربه على النعمة على كل شيء. الواحد يناظر ما يناظر فوق، يناظر اللي تحت، يناظر عن الناس اللي بو ناس ما ترتاح، بو ناس ترى ما يدرون هم يعني ما ينامون زين، عندهم أمراض ما عندهم علاج، ما يقدر صحيح. ما عنده مادة. الواحد يحمد ربه على كل شيء. هذه كانت أول لحظة تشوف فيها النور برا صحيح بعد حبس أكثر من 10 سنوات. لا هي مفتوح، يعني الباب مفتوح، باب بيته مفتوح، يعني بتشوف النور فقط. المشكلة ما تقدر تتحرك. حاطين له بسطة، حاطين له بصل، حاطين له ثوم، حاطين له كذا عشان يجون الناس ياخذونه يشربونه ويسعوا صدره. يا الله
فما طلعوه برا، ما راح تتمشى بالقريه يمين يسار. وجيت انت وساعتها في شراء عربيه وتغير حالها، صورتها اعتقد في سناب شات وصار في تفاعل بشكل كبير. إيه. ترى الرسالة اللي بسناب شات ترى يا جماعة، أنا ودي أقول كلام ونقطة مهمة. ترى اللي تشوفونه بسناب ترى هذا شيء بسيط، وحنا ما ودنا يعني في شيء أثر حلو، وبوقت هذا ما ودك تصور الأثر هذا، وأنت لو تصور الأثر هذا ترى ما أنت ما تستحي بالشيء هذا. قصدك في مشاهد فحنا يعني مؤثرة نصور لكم ما تصورها. مواقف بسيطة، مثلا نطبخ ونلعب مع أطفال وكذا، ولا في مواقف صعبة هنا. فالمواقف هذه ما ودك توري الناس شوفوا سوينا، ولا أقول مثلا سوينا هالشيء ذا، والله ترى اليوم صار لي حادثة، حصلت لي شفت كذا مو بزين. لذلك انت تحاول انه تكون يومياتك بسيطه وما ما تصور كل شيء، ولو صورت كل شيء يمكن كانت القصص اكثر مأساويه. كذا انا فاهم صح؟ صح، وتصير نيك مو بزينه انك انت توري الناس شوف ايش تسوي. لا الحين ترى اللي يطبخ ترى كل اي واحد يقدر زي نفسه ذا. صح، مو بتروح تعشي اخوياك، تروح المطعم تعشي اخوياك ب1000 1500 1500 هذه كم كيلو رز تجيب عندهم بس، فاهم؟ انت ب3000 ريال تعشي قريه خلينا نقول، ولا مبالغه؟ شوف يعني ما شاء الله تبارك الله، 3 وشوي يعني 4 على حسب، ما شاء الله تبارك الله. بس انك يعني تزين شيء اصلا، زي شيء حتى بس رز بس وبلازم لحم، فاهم؟ يعني الواحد يقدر زي شيء، يعني الواحد ناظر اللي حوله، ناظر اللي يقربوا له ولا شيء، ولا قريبين لامه. واحد ركزوا يا جماعه، ناظر اللي حولك، ترى مو بعضهم والله العظيم انه يسكت، مستحيل يقول مثلا ابي الشيء هذا افزعوا معي، لا يسكتون. ابو حاش، أنا ودي أخذ واعطي معك في قصص أكثر وأكثر، وفي أسئلة عندي أكثر غوصا داخل أعماق تفاصيل الحياة اللي أنت جالس تعيشها هالأيام هناك في تنزانيا. بس اسمح لي، وأنتم أيضا مستمعين اسمحوا لي بفاصل قصير، وبعدين مكملين معكم هذه الحلقة من امتنان. أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا عبر امتنان، وأيضا حتى من يشاهدنا صوتا وصورة عبر تطبيق MC مود أو عبر شاهد. أهلا بكم مجددا، وأهلا بضيفي من تنزانيا، تحديدا من جزيرة زنجبار، صوتا وصورة حشيان بن إبراهيم الحشيان. أهلا بك مجددا. يا هلا والله ومرحبا، حياك الله. هلا وسهلا. باي باي. الآن مع السلامة. ضيفتنا مع السلامة. مع السلامة. مريم اسمها. مع السلامة. هيفا. مع السلامة. مع السلامة يا هيفا. خلاص هيفا. خلاص هيفا اليوم ضيفتنا أنت. مع السلامة. تبغى تودعنا من بدري، تبي تصرفنا هيفا شكلها. طبعا هيفا أقول قصة هيفا. قل لي قصتها هذه اللي أنت متبنيها. قصة بس أبو حش، على بال ما تقول قصة أبيك تبعد شوي عن الكاميرا عشان أبي تبين. سلام عليك. قل لي القصة. مع السلامة. خلاص هيفا الحين بالمقابل احنا طبعا رهيب زين رهيب. احنا بنحاول مستمعينا ننقل لكم ومشاهدينا ننقل لكم كل الاجواء صوتا وصوره عبر اثير اذاعه MC FM وعبر تطبيق MC مود. وما زال معنا ضيفنا ابو حش وضيفته اللي كافلها. قل لي ابو حش السالفه. ذاك اليوم رايحين للسوق. حلو. اول شيء كنا احنا رايحين نطبخ الايتام. ممتاز. يوم جينا نطلع من الايتام وتشوف بوت ناظره. حلو. والحاله واقفه وروح لامه وخمه. عرفت اللي حضنتها؟ ايوه. عرفت اللي حطت ايدها كذا يعني قبوة ايدها. فقلت لهم، قلت لعبد الرحمن بكره ناخذ الايتام ناخذهم نوديهم للسوق نشتريهم لبس العيد. حلو. ورحنا للسوق وكانت معنا هيفا. قلت لازم تجي البنت، حبيتها. المهم ولبسناهم وكذا وكشخناهم ولبستها كنادر.
قبل لبسته وجي احطه اشيل على شلته. حلو ممتاز. حلو. حطت راسه هنا. وين؟ اوكي. على كتفي. على كتفك. يا سلام. حلو. ايه يوم شوي وجيت انام. يوم نامت على كتفي عرفت حسيت بسعادة. الله. حسيت ان تقول تخلين تكفى. شعور عظيم والله. وحش انت بتبكينا اليوم ولا ايش السالفة؟ انا كل يوم هنيئا لك بالاجر والله يا ابو حش، هنيئا لك بالاجر وهنيئا لك بالشيء اللي قاعد تسويه. والله وبالعكس الناس والله ما تقصر ما شاء الله، كلني بالخير وكلني يسعى الخير، بس والله ما قصروا. بس انا ما ابي اضيع قصه هيفا، ما ابي اضيع قصه هيفا ابو حش. هيفا بعد ما شفتها تعلقت فيك ونامت على كتفك ان صح التعبير، قررت انك تكفلها مدى الحياه، صحيح ولا انا غلطان؟ ايش هذا تزوجت خلاص. ندور لها بالحلال. الحين تدرس تختم مدرسه بالشركه وتختم مدرسه الحين. ما شاء الله تبارك الله. ومتابع دراستها انت اول باول، متابع ادائها؟ اي راحت المدرسه وما شاء الله عليها مجتهده تقرا قران. جميل ابو حش. خلينا نروح معك مكان ابعد. اليوم انتم عائلتك جالسين تساعدون في اطار، خلينا نقول اطار الايتام والقرى اللي انتم تتواجدون فيها الان، بينما هذا المكان انتم اكتشفتوه بالصدفه لانكم كنتوا رايحين اجازه، واكتشفت انه مكان غير انه مكان حلو للسياحه، لا اكتشفت انه في ناس محتاجه، لذلك قررت انك كل سنه مرتين تروح انت واهلك او انت ووالدك واخوانك وما الى ذلك، وتتساعدون وتطبخون وتسوي فعاليات مثل ما تسميها انت عندك في السناب شات. لكن السؤال الاهم اليوم، انت اليوم على الصعيد الشخصي وش نفسك فيه؟ يعني وش نفسك فيه؟ يعني وين ودك توصل؟ يعني اول شيء انه كل يبي الاجر وكل يسعى على الاجر. فانا ودي بالعكس، يعني بدم الحين انا يعني عندي قدره وعندي جين دخل حلو. يعني انا ما ادري متى يومي اصلا. انا الله واحد بني ادم ما ادري متى يومك انت. ودي زي شيء انا قبل يجي يومي انا، يعني اذا جاء يومي انا ما ادري، اذا جاء يومي الناس اللي معك بيزيدوا لك شيء بيذكرونك بشيء. فانت الحين استعد انك تسوي شيء زين في حياتك. لازم تسوي شيء، لازم تصدق، لازم ترضي الله، لازم تلقى شيء بعدين. ذا انت ترى الدنيا ترى قصيره، مره قصيره، يوم وليله مع السلامه. فالواحد وده بحياته ترى كلنا ما واحد كامل كان الله سبحانه، بس ودك الواحد زي شيء زين. حاول زي شيء زين، حاول مثلا الصدقه ترى زينه مره زينه. ابتسامة الاطفال قسم بالله، اذا شفت ابتسامة اطفال يا شيخ قسم بالله انت تسوى الدنيا وما فيها. اي والله انك صادق. اثرت عليك؟ اترك انك مثلا تعطي ولا ذا، لا ابتسامتهم وانت معهم يضحكون وذا هذه هي. يا سلام، كل الامتنان لك صراحه. جبرة الخاطر ترى زينه، مره زينه. جبرة الخاطر زينه، حبيت الكلمه هذه. ناظر يا عمي ناظر. الله ما شاء الله تبارك الله. لا نامت طبعا. نامت. مين هذه؟ هيفا؟ لا أحلام. سبحان الله. طبعا هذه أحلام نامت على الهواء مباشرة. طبعا أحلام هذه أحد الأيتام اللي متكفل أبو حش بعلاجها، اللي تتمنى أنه يعود لها البصر. وسألوها قبل شوي، سألناها على الهواء، لو عاد لك البصر ورجعتي تشوفين وش ودك تشوفين؟ وش قالت يا أبو حش؟ قالت القرآن. قالت القرآن. الله يشفيها يا رب العالمين. أبو حش أنا ودي أطلبك طلب، بس أنا مستحي الحين أحلام نايمة وبحضنك، ما أقدر أقول لك حرك الجوال ورنا وش الأجواء. ودي أعرف، عندي فضول أعرف وش الأجواء حولك. وين هذا الأيتام؟ تعالوا عبد الرحمن. أنا ودي وين الأيتام؟ يلعبون هناك. ودي تاخذنا بجولة
عبر المكان نفسه. طبختوا ولا باقي فطوركم؟ توقيتكم نفس توقيتنا لا صح؟ لا، من المطعم يجهزون لنا مطعم. اليوم قررت مطعم ما انك بتطلع معنا في امتنان. ايه اليوم مطعم، اليوم انا شغل اليوم. ان شاء الله تبارك الله. برافو برافو برافو. خليهم يلعبون خليهم يلعبون خليهم يلعبون. مستمعينا هم هناك. وانا ودي مستمعينا يشوفونا الان صوت صوره. يشوفون الان ابو حاج جالس ينتقل على صراحه على كتفه مربيه. طفله صغيره لا لها ذنب. طفله بريئه جدا. يعني يتيمه. وجدت هذا الشاب السعودي ابا لها. قديش اليوم فخور انك سعودي مؤثر في منطقه الكل يعرف بانك انت شاب سعودي جاي تقدم الخير بلا مقابل. طبعا الان ابو حش بنعيد السؤال بعد شوي، بس شوف الحين جالس يورينا الناس المنطقه اللي هو فيها. ما شاء الله، شوفونهم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. صوتا وصورة الآن ينقل لنا أبو حش عبر امتنان أجواء زنجبار تحديدا، هذه المنطقة اللي يتواجد فيها الآن. أبو حش ودي أسألك سؤال أبو حش إذا تسمعني الحين. تسلم. اليوم قديش اليوم ممتاز ما شاء الله، ما زالت هيفاء مرافقتنا. يعني الأسئلة كثيرة يا أبو حاش. اليوم وأنت في زنجبار وأنت بين الأيتام، بلا أدنى شك هناك رسائل مهمة جدا جالسة توصلك بشكل يومي عبر سناب شات، عبر التطبيقات، عبر تيك توك، تويتر وما إلى ذلك، وكنت ترند في أكثر من لحظة. إيش أفضل شيء قاعد يجيك؟ نوع الرسائل اللي جالسة تجيك، الدعوات، التحفيز؟ الدعوات بس الدعوات بس. عظيم. أقول شيء خلاص. سم. مو يعني فخر ولا طهبله. لو ابي ترند جبت ترند اليوم، وتويتر اخلي تويتر ترند اسبوع كامل اقدر صراحه. الحمد لله عندي شعبيه الحمد لله، واقدر زي الاشياء هذه. بس الواحد صرت دوله ترند ما راح ربك يوفق دوله الشيء هذا. فبالعكس سبحان الله الناس هم ينزلون، والناس اللي تدعي لي اللهم بارك. هذا ازين شيء انه يدعوا لك الناس شيء زين. يا سلام. ايش تبي؟ كل يوم اذا رجعت للبيت من القريه، رجعت للبيت اقرا تعليقات سناب واقول امين يلا من فضلك. ايش تبي غير كذا؟ مو شيء ازين من هذا ابدا. اليوم انت كشاب سعودي جالس تقدم سمعة طيبة عن الشاب السعودي في المنطقة اللي أنت فيها. حدثنا عن ردود الأفعال أنت كشاب سعودي اليوم، الناس وش يقولون عنك في المنطقة؟ سمعت أنك برضو جاك متابعين عرب وأجانب برضو في وسائل التواصل الاجتماعي. احكي لي عن هذا الموضوع، لا سيما وأنت اليوم جاي تمثل المملكة العربية السعودية، خاصة كفرد، يعني تكلم عنك كشاب سعودي بلا أدنى شك. كل الناس اللي حولك يقولون هذا والله سعودي جاي يقدم ويبذل ويكفل يتيم ويسوي له فعاليات حلوة. احكي لي. بالعكس حنا مع بلادنا ونفتخر ببلادنا، ولازم الواحد يفتخر ببلده ويساعد بلده ويوصل رسالة للمجتمع، اللي برا إن ترى حنا نفعل كذا. يعني أنت راك إذا رحت برا أنت راك توصل سمعة لديرتك، توصل سمعة حلوة لبلدك. يا سلام. والمشكلة الحين أبو عبد الرحمن أنا عندي قسم بالله متابعين إنجليزيين أجانب. تتكلم إنجليزي؟ أنا ما أعرف أتكلم إنجليزي، بس بخلي عبد الرحمن يتكلم ويترجم لهم بإذن الله. لأن والله عندي أجانب، فلازم الأجانب نوصل لهم رسالة حلوة بعد. أنا سمعت إنه الأعداد كبيرة يوميا. أنا أعرف إنك أنت ما تحب تسولف بس سوالف، أو ما تبغى تقول كم شخص يتابعك، بس تعرف إحنا في الإعلام لازم نسأل السؤال. إيه لازم نسأل. تقريبا كم توصل المتابعات قصصك في تنزانيا يوميا؟ كم تقريبا؟ ما راح أقول رقم أنا عندي كم عندي. انا اشوف انه مو زينه ترى انك توري الناس. طيب شوف انا يمكن اعرف شوي، المح.
عشرات الملايين نقدر نقول. صح. الله يكتب الخير، بس يا الله رب يكتب الخير. يا رب. طب هو ما يبغى يقول ابو حش، انا ادري انك ما تحب تقول بعض التفاصيل لانك تبغاها انك تحث الناس على فعل الخير. اليوم ابو حش انت صراحه افضل نموذج، لا سيما انه صار هناك انتقال بشكل كبير جدا وتطوير على مستوى المحتوى اللي انت تقدمه بشكل يومي، سواء محتوى الضحك والسعاده وتغيير الجو الى محتوى اليوم الجديه نوعا ما والقصص الانسانيه اللي تقطع القلب. اليوم ابو حش قصه يعني انا ودي اسمع قصص اكثر. قصه صارت لك في هالرحله تحديدا في هالشهر او في هالنزله مثل ما يقولون اللي نزلتها لتنزانيا. والله ما سمعتك زين. اقول ودي بقصه صارت لك هاليومين. قصه اليومين؟ اي يعني على نزلتك هذه لتنزانيا، على السفره الاخيره، برضو من القصص المؤثره. قصص كثيره، مواقف كثيره. اسلم. فاحنا شغلتي، انا شغلتي الايام هذه يعني اليوم الاخيره هذه شغلتي كله افطار صائم. طيب انت لا تكون تعبت، انت تعبت الان قاعد تشيل البنيه لك. يا ما انا تعب، هذه الله من فضلك. الله يكتب اجرك يا رب. اي كمل كمل ابو حش كمل. اي والله كل يوم نروح القريه والمسجد. عطني برنامجك اليومي. المسجد والله عرفت اللي سبحان الله راح لمهم. اسلم. ممتاز. قلت انا بجيب لكم كل شيء بس ابيكم تشتغلون معي. يعني انا ما عندي وسيله يعني ادفع مبالغ كثير لشغلكم. قالوا ابد نشتغل ببلاش، بس اعطيهم مبالغ، بس ما اعطيهم مبالغ كثيره لشغلهم، لا ويشتغلون وعندهم اجازه يوم السبت والاحد، يجون كل القريه تشوف الحريم كلهم من صغير كبير من مرض من رجل يشتغلون كلهم يشتغلون من المسجد. يا سلام يا سلام. بس سهيل والحمد لله الحين قام المسجد باقي شيء بسيط. ما شاء الله عليك. طيب ان شاء الله فيما تبقى من رمضان ايش الفعاليات اللي تحرص انك تسويها لهم، سواء فعاليات ترفيهيه لاني اعرف انك تسوي فعاليات ترفيهيه غير الطبخ وغير التقديم في فعاليات ترفيهيه. بس رمضان خبك رمضان. اسلم. رمضان صعبه رمضان. اي رمضان صعبه، بس ان شاء الله بعد رمضان باذن الله نجي ان شاء الله باذن الله. الوالد وش كان يقول لك اول ما جاء وشاف الشغل؟ اوه لا ابوي بالعكس، ابوي شجعني بس هذا قال روح وليدي لا توقف على الشغل هذا، بالعكس هذا شيء زين تلقى عند ربك والله بيرزقك اذا كل ما اشتغلت بالشيء هذا كثير كل ما الله يرزقك. انت ماخذها خلاص عاده بالنسبه لك؟ يا عاده خلاص عاده ان شاء الله. أثرت عليك على المستوى الشخصي من ناحية وجودك؟ يعني مثلا إذا كنت بالسعودية صرت تبادر بأفعال الخير بالسعودية خاصة؟ صح أكيد. صرت أكثر وعيا وإحساسا خلينا نقول بحاجة الناس المحتاجة؟ صح، بس على يعني اللي أقدر عليه، فهمت؟ اللي تقدر عليه. أقول لك أنا عندي مليارات لا. اي والله يعني هو اي احد يلا اعطيه لا صح ولا؟ صحيح اي الواحد تقدر عليه، انت ايش تقدر عليه صح. وخاصة اليوم احنا عندنا منصات خيرية، سواء منصة مثلا إحسان، منصة جود الإسكان، مركز جمعيات خيرية. صحيح. يعني في عندي يعني لا واحد ما يتنجوع الحمد لله عندنا الحمد لله على الامن والامان. انا شهد يا رب والله العظيم يعني صح. مستحيل السعودي ما يتجوع صادق، مستحيل. الحمد لله لك الحمد على النعم والحمد لله على بلادنا والله يديم الامن والامان. يعني اي والله يعني شوف غيرك ما ياكل وجبه باليوم يلا ما يشبع من الوجبه، انت تاكل مرتاح. يعني واحد يحمد على ربه النعم، هذا أهم شيء. عظيم جدا. أبو حش، أنا ودي
أعطيك صوت وصورة وخليك تختم تقول اللي في خاطرك. أبيك تقول في نهاية هاللقاء بسم الله ما شاء الله تبارك الله 50 دقيقة مرت كأنها لمحة بصر، لأنك شخص فيك خير، شخص لطيف جميل، تعرفت عليك من فترة قريبة، إلا أنه الحديث معك دائما جميلة ولطيفة. أبو حاش أنا اليوم كسبتك أخ وصديق قبل كل حاجة، قبل ما تكون ضيف، لذلك اليوم الصوت والصورة لك. أبيك تختم تقول كل اللي في خاطرك. أنا بقول بس للناس، أقول لهم الله يجزاكم خير على دعواتكم. إي والله وين تروح وين تلقى كل يدعي لك اللهم فضلك، يعني شكرا الله يجزاكم خير والله يسعدكم عساكم بالجنة يقولوا آمين. آمين. يعني شيء بالعكس والله شيء، دعواتكم هذه هي اللي تحمسن بالشيء هذا. أنا يعني كل ما أشوف الدعوات أتحمس، قسم بالله إني أتحمس بالشغل إن شاء الله أتحمس بالشيء هذا. بالعكس الناس شجعونا، الناس ما قصروا، إن شاء الله إنهم معنا بالأجر. كلنا واحد حنا. وترى يعني مو بس أبو حاش، ترى راح هناك زي نشي هذا الحال له، لكم أنتم إن شاء الله معي. يعني أنتم يعني الناس هم يعني شلون جانا لنا قروش؟ شلون جاتك قروش؟ الناس هم يرفعون. جاتك إعلانات؟ نعم صحيح. إيه المشاهد هو يرفعن فوق. الحمد هو لله. ما قصر معي تراه. الحمد لله الحمد لله. يعني انتبه يا المشهور إن تستغل المشاهد، ترى المشاهد هو يرفع فوق. رسالتك للمشاهير اللي جالسين يقدمون محتوى أي كلام. أنا ترى أنا ما مجتمع المشاهير كحشيان إبراهيم، حشيان أبو حاش، ترى بس مناظر مشاهير. أنا مناظر اللي أعرفهم مو عليهم بس تمثلني أنا مثلك ترى. ها مثلك. ما عندي تويتر، أقسم بالله ما عندي تويتر، ما عندي تويتر. ما أروح أناظر الزين هذا والزين ذا وش فعل هذا، لا. عظيم. أنا شغل لي أنا بس أناظر لي الشيء هذا اللي أنا فهم. فبالعكس كلهم بهم الخير والبركة. عظيم جدا. الناس أحسن من بالعكس ونتعلم منهم حنا. بالعكس يعني حاولوا انكم ترسلون للمشاهد رسالة حلوة. عظيم. رسالة انك انت تستفيد منها بعدين. شكرا يعني ان شاء الله جزيلا. ان شاء الله انهم راضين علي باذن الله، انهم ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا لك الاخ الكريم والجميل قلبا وقالبا حشيان ابراهيم الحشيان ابو حش، كان معنا صوتا وصورة من جزيرة زنجبار تحديدا في تنزانيا. شكرا لقبولك دعوة البرنامج، وشكرا لهذه الدقائق الجميلة. بالعكس انتم ما قصرتوا، ولي يشرف والله نطلع من بسيفة. ربي يحفظك. ودعتك الله. ودعناك الله يا ابو حش. يا بعد راس الله يحفظكم. شكرا لكم. ربي يحفظك.